لك أن تتخيل عزيزي الأهلاوي إن النهاردة 10 يناير والأهلي ما أبرمش ولا صفقة في تدعيم يناير نهائي. نفتكر كده لو نرجع بالزمن ل 2019، الأهلي في يناير 2019 كان التدعيم بتاعه كان عبارة عن إن كان جاب الشحات، جاب رمضان صبحي، جاب محمود وحيد، جاب حمدي فتحي، جاب جيرالدو وياسر إبراهيم، وأعتقد يعني كان في حد تاني. الاهلي مخلص الصفقات دي 13 يناير، اللي هو كان حمدي فتحي اخر صفقه منهم، صفقه كانت معموله 1 ديسمبر. فدي حاجه غريبه جدا ان احنا النهارده 10 يناير ولحد الان مفيش حتى اسم بيتردد، لا اسم محلي ولا اسم لاعب اجنبي. ودي حاجه غريبه جدا من اداره داخله على اهم فتره في الموسم، وهي فتره ان انت بتنافس على الدوري من الدور الثاني. انت دلوقتي بيبقى عندك بتخلص دور المجموعات، بتبدا تنافس في الادوار الاقصائيه في افريقيا، الدوري، داخل على كاس عالم الانديه، وما عندكش ولا صفقه انت جبتها، بجانب ان انت رايح تلاعب استاد ابيجان ومعكش ولا محترف من المحترفين بتوعك، كلهم مصابين، مع خروج تاو خلاص ان هو راح قطر، ومع خروج كده كده كهربا ماشي، ونص الفريق مصاب زي طاهر وزي لاعيبه كتير مصابه، مش معاك اصلا، يعني ما معاكش عمق في الخطه. ودي مشكله كبيره ان انت رايح تلاعبهم ومعكش في مرحله مفصليه وماتش مهم جدا، ما معكش غير جناح واحد بس وهو حسين الشحات، ومعاك 2 مساكين ما لهمش بديل، ما معكش بديل ليهم. الاهلي بيماشي على خطى سيئه جدا، الاداره فقيره جدا. ما تخليش الناس تضحك عليك وتقول لك ربع مشاكلهم، لا احنا فعلا عندنا مشاكل. الاهلي مفيش فيه لعيبه، كل اللعيبه اللي مشت ما عرفتش تعوض. الاهلي يدخل لاول مره في تاريخه ان يبقى عنده 5 مقاعد افريقيا، لعيبه من افريقيا او لعيبه اجانب، وما عندوش ولا واحد يلعب، بجانب ان رضا سليم هيكمل لنهايه الموسم مصاب، بجانب ان يحيى عطية الله هيقعد له شهرين، وعلي معلول كده كده لسه بيتاهل من الاصابه. ف لك ان تتخيل عزيزي الاهلاوي ان دي مشاكل، هم بيقولوا علينا ان احنا مشاكل عالم اول، لا الاهلي في مشاكل كتير وفي مشاكل في الاداره، ولو هي دي الاداره اللي هتكمل لحقبه جديده، لا ما اعتقدش ان في واحد اهلاوي عايز ان الاداره دي اللي تكمل، مع احترامي طبعا للكابتن محمود الخطيب وكلنا بنحبه وقامه واسطورتنا، لكن كاداره لا، اداره بتبص تحت رجليها، اداره مش بتعمل على ان انت عايز تعدي ازاي مرحله المجموعات من كاس عالم الانديه، لا انت بتفكر تحت رجلك ان الحمد لله ان احنا وصلنا. ده طبعا عمره ما كان الاهلي، وعمرها ما كانت اداره الاهلي بتفكر كده، والايام اللي جايه هنشوف ايه اللي بيحصل فيها.